السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعض الفسيخ. هنحدقه في البيت بطريقة سهلة وبسيطة ومضمونة وبطريقة نظيفة. أتمنى بقى تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للفيديو لقناة اليوتيوب وتفعلوا جرس التنبيه عشان يوصل لكم إشعار بكل جديد. هي طريقة الفسيخ واحدة والمقادير طبعا بتبقى واحدة، هي عبارة عن ملح وشطة وكركم. والخطوات برضو هي بتبقى في الأول واحدة بس باختلاف باختلاف طريقة الحفظ بتاعته. هي دي الفكرة، هنقول طريقتين اتنين، هنعمل طريقة ونقول على طريقتين اتنين في خلال الفيديو. وطبعا اللي بيتخلل او اللي بيتحدى السمك البوري طبعا لازم يكون صابح زي السمك اللي انتوا شايفينه ده. السمكة ماسكة نفسها، مش مرنة ولا طرية، السمكة ماسكة نفسها كده ناشفة، والخياشيم بتاعها حمرا خالص اهي زي ما انتوا شايفين. والسمكة ما شاء الله بيضة، وكانت على فكرة السمكة صابحة وصاحية. شايفين السمكة بتلمع ازاي؟ والسمكة جامدة، تمسكيها تبقى جامدة واقفة كده، مش بتميلش يمين مش مال زي ما انتوا شايفين كده. وعينيها بتلمع خالص زي ما انتوا شايفين. دي السمكة البوري اللي هي الصبحة بتتحدق ويبقى لحمها وردي واحمر جوه كده وجميل. شايفين العينين صافية ازاي وبتلمع. لو هي مصطبحة طبعا هتلاقي العين معكرة كده، وطبعا اللون هيبقى وحش، والخياشيم مش هتبقى حمرا، هتبقى فيها طين وسواد كده من كتر الدم اللي فيها. بس السمكة اللي انا جايباها ديت واهي ولونها وردي، خياشيمها وردية والزعانف كمان بتاعها وردية، هي دليل انها صبحة وكويسة. ده السمك اللي يجي علشان يتعمل فسيخ. طبعا هتقولي حجم السمك ايه؟ ممكن كيلو الفسيخ هياخد سمكتين، بقوا سمكتين كبار، بس انا جايبه السمك الوسط. الكيلو هيقطع 3 سمكات، 3 سمكات من الوسط ده. طبعا ما تجيبيش اقل من كده، لان اقل من كده السمك هيكون صغير وهينشف منك في التحديد، ومش هيرمي معاكي لحم كتير. كده اتعرفنا على السمكه وازاي نختارها وازاي ننقيها. دلوقتي بقى هتيجي على مرحله ان احنا نغسلها. هنغسلها، نشطفها شطفه بسيطه كده، ونفتح الحنفيه حاجه بسيطه ونشطفها شطفه بسيطه كده. نفتح بقها كده، نغسلها من جوه ومن الخياشيم ومن بره كده. مع اتجاه القشر بتاعها، طبعا مش عكس الاتجاه القشر عشان احنا مش عايزين القشر يطلع منها. هنغسلها كده، واللي هينزل منها القشر اللي هو ايه، اللي هو سايب بس، اللي هو سايب من عليها بس. بعد ما نغسلها كويس هنصفيها، وهقول لكم ازاي. هنوقف السمكتين زي ما انتوا شايفين كده، لازم يقفوا، لازم السمك يقف على بقه زي ما انتوا شايفين كده، من ناحية، من تحت كده. طبعا هي مش عارفة تظبط معايا، بتتزحلق، بس انا هظبطها دلوقتي. هي لازم تكون كده، يا اما تربطيها بقى بحاجة من فوق، يا اما تثبتيها زي ما انا هثبتها كده. حطيت علبة بلاستيك وحطيتها كده علشان تنزل كل المية وكل الدم اللي فيها، واي حاجة فيها تنزل على طول وتبقى ناشفة، لان انا عايزاها ناشفة مش مبلولة طبعا. زي ما انتوا شايفين كده هنوقفها كده ساعة واحدة، مش اكتر من كده. وطبعا هغطيها عشان الحشرات ما تجيش عليها وتخلي وتبيض عليها وتبقى حاجات مش كويسة، يعني بتديني نتيجة مش كويسة. فانا هغطيها زي ما انتوا شايفين كده، وهسيبها ساعة مش اكتر من كده بره التلاجة. هنا هجيب حوالي كوبايتين كبار ملح خشن. ليه ملح الخشن مش ناعم؟ الملح الخشن مهما احط منه مش هيحدقها قوي، او مش هيخليها حادقه قوي، هيحافظ عليها، وفي نفس الوقت مش هيديها تمليح يبقى مالحه جدا. على عكس طبعا الملح الناعم، هو مفيش حاجه بتتحدق بملح ناعم. هنحط ملح خشن، هنحط حوالي كوبايتين كبار ملح خشن، وهنحط عليها معلقتين من الكركم، وهنحط كمان معلقتين من الشطه او ربع كوبايه شطه. الكركم مادة حفظ، والشطة كمان مادة حفظ عشان البكتيريا ما تشتغلش فيها. حطينا الكمية بتاعتنا، هنقلب بقى الخلطة بتاعتنا دي عشان احنا اللي هنستخدمها في التمليح بتاعنا. ونقلبها كويس. كده الخلطة بتاعتنا جاهزة، الملح والكركم والشطة بتاعتنا. نيجي بقى نيجي بقى لمرحلة تجفيف السمكة.
لازم السمكة تتنشف كويس من الحتت اللي فيها مية او الحتت اللي مستخبية اللي بيكون فيها مية، زي الخياشيم اللي احنا غسلناها بنحط فيها مناديل زي ما انتم شايفين كده علشان تسحب اي مية واي دم بينزل من السمكة. وكمان ننشف السمكة من بره كده برضو من غير ما نشيل القشر اللي عليها، بحيث يعني نحس ان احنا بنطبطب عليها كده واحنا بننشفها عشان القشر اللي بره ما يقعش مننا، عشان الملح والخلطة بتاعتنا تمسك عليه. بنشيل بقى طبعا المناديل بقى من الخياشيم دي، بنسيبها فيها شوية عشان تسحب الدم، وطبعا من كل شوية بغير المناديل وانشفها من جوه كويس. شايفين الدم بيطلع منها ازاي؟ فبنشف كل شوية بمناديل كده من جميع الاتجاهات في الخياشيم كده، علشان ما يكونش فيها مية وما يكونش فيها دم، عشان لما احط الملح ما يدوبش من المية. لازم الخطوه دي كويس جدا، ولازم نشف السمكه كويس جدا. احنا حطيناها وصفت الميه اللي فيها، بس برضو لازم الخطوه دي تاكيديه علشان ننضفها كويس من الدم ومن الميه اللي فيها الزياده. معلش هي الخطوه دي لازم تاخد وقت شويه علشان نتاكد ان ما يكونش فيها ميه، علشان كمان لو فيها ميه كمان ممكن تعفن السمكه مننا. فاحنا مش مضطرين ان احنا نحط نفسنا في حاجة او في موقف يخلينا نقول ان الوصفة بايظة او الوصفة غلط او كده. فبالتالي ان احنا لازم نمشي بكل الخطوات اللي احنا بنقولها كويس جدا. معلش قبل ما نملح السمكة لازم نعمل لها المساج بتاعها. يعني ايه مساج؟ يعني بالاصح كده ان احنا نطري السمكة، نطريها جامد من كله علشان اما تبقى تستوي لحمها يبقى زي الزبدة كده ناعم، ما يكونش ماسك، ما يكونش جامد وماسك كده. هنعملها بقى مساج، هنطري اللحم اللي فيها زي ما انتوا شايفين كده. نتني السمكة يمين وشمال، ونتني الديل على الراس، ومن الظهر برضو من سلسلة الظهر دي جامد زي ما انتوا شايفين كده. نطري اللحم خالص قبل ما يتملح علشان يتنوا على وضعه كده، بعد ما يتملح اللحمة تطلع طرية وزي الزبدة، زي ما احنا متعودين على الفسيخ اللي احنا بنشتريه من بره. بس ده طبعا بنعمله في بيتنا، حاجة نظافة. بتقعد فترة معينة، ما بتقعدش فترة طويلة متخزنة عندنا وبعدين ناكلها، لا بنعملها فترة معينة، بتقعد من اسبوعين ل 14 يوم على حسب برضو حجم السمكة، من 14 ل 20 يوم. لو السمكة زي اللي معايا دي بتقعد 14 يوم، لو اكبر من كده بتقعد 20 يوم. ده طبعا في الفترة اللي احنا فيها ديت. في الحر طبعا ممكن تقعد 12 يوم بكتير، بس الفترة اللي احنا فيها دي الجو هادي زي ما انتوا شايفين كده. من الديل كمان ما ننساش الديل، لازم الديل برضو يتطرى، وسلسلة الظهر تتطرى جامد جدا، ومن الظهر ومن الجناب ومن كله ومن البطن كله لازم السمكة تبقى طرية معايا خالص زي ما انتوا شايفين كده، عشان تدينا نتيجة كويسة في الاخر. برضو لازم ناخد بالنا من الخطوة ديت. هنا بقى هنملح السمكة ازاي؟ اول حاجه لازم اول حاجه ان احنا نهتم بالراس كويس. الراس لازم نحشيها كويس جدا بالخلطه اللي احنا عاملينها، ومش حشو بس من بره، لا ندخل في قلب السمكه، بق السمكه من جوه. يعني ندخل على قد ما السمكه تاخد من جوه، يعني نحشيها حشو نكبسها، مش حشو على الفاضي، لا يعني حشو كده وخلاص. ان احنا نحشيها لغايه ما لا نحشي ونكبس، نحشي ونكبس بق السمكه، ونقفل الخياشيم بايدينا الاتنين كده علشان الحشو اللي احنا بنعمله ما يطلعش من الخياشيم ولا كاننا حشينا اي حاجه. نحشي ونكبس جامد في البق لغايه على قد ما تقدر ياخد معاكي البق، عشان طبعا ده بينزل في البطن فبيحافظ عليها. طبعا اي فتحات، يعني يعتبر ان احنا بنملح اي فتحات في السمكه كويس جدا. الخياشيم طبعا مهمه جدا برضو، زي البق بالظبط، هنحط فيها كميه برضو كبيره ونحشيها جامد، علشان طبعا بيبقى فيها دم وبتنزل ميه وبتنزل سوائل بعد ما بتطيب طبعا بتنزل السمكه سوائل تانية، فالملح ده يشفطها. هنحشي جامد على قد ما نقدر برضو الخياشيم من كله،
ما نخليش حته باينه خالص منها زي ما انتوا شايفين كده. هنعمل كمان واحده اهيت، هنفتح البق كويس زي ما انتوا شايفين كده، وبعد ما نفتح البق نقفل بصباعنا الاتنين الخياشيم، ونحشي وندخل ونكبس، نحشي وندخل ونكبس في قلب البق كده من جوه لغايه ما يوصل، ما ايدينا توصل لجوه او صباعنا يوصل لجوه. حطي حطي وما يهمكيش علشان تضمني ان هو ان السمكه تاخد كفايتها من التتبيله اللي انت عاملاها لها. وبرضو الخياشيم هنحط فيها الملح والتتبيله بتاعتنا، وشايفين برضو الخياشيم حمرا جدا اهيت، معنى كده ان السمكه صبحة وكويسة وهتدينا نتيجة كويسة مع كل الخطوات اللي احنا ناخدها في الاعتبار اللي احنا قلنا عليها ديت. لازم نطبقها واحدة بواحدة علشان ان الفسيخ يطلع معانا ناجح، وما نقولش ان الوصفة كانت مش كويسة او كده. فلازم نطبق الوصفات او الخطوات بالملي زي ما انتوا شايفين كده. خلاص كده الخياشيم خدت كفايتها من الملح او التتبيله، الملح بالشطه بالكركم اللي احنا عملناها. اهم حاجه الفتحات اللي احنا قفلناها بالخلطه بتاعتنا في السمكه، البق والخياشيم. هنا بقى هنبدا ان احنا نتبل بقى السمكه من بره. هنحط على السمكه من بره نفس التتبيله، بس هنحط عليها حبه زيت. هنحط عليها حوالي ربع كوبايه زيت كده علشان التتبيله تمسك عليها من بره وتحافظ كمان عليها من البره. والزيت كمان بيساعد ان الخلطه والتتبيله ديت تتناها ثابته عليها من بره، وكمان تحفظها من اي حاجه. الزيت طبعا بيحفظ من اي عفونه او اي حاجه، ويحفظ السمكه، بيعمل لها كانها غلاف كده عليها. طبعا هناخد الخلطه دي بقى ونغلف برضو السمكه كلها من بره، ونخش برضو على الراس والخياشيم برضو نأكد عليها زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي. حتى بتخلي لونها جميل، زي شايفين بتخلي لونها جميل جدا، وطبعا بيديها اللون ده الكركم اهو من الراس ومن كل حته برضو نأكد عليها برضو، لان الحاجات اللي هي الحاجات النية اللي زي ديت او بتبقى الطرية او كده بتبقى بتحتاج مكونات طبعا تكون عازلة عن اي بكتيريا خالص، او تمنعها من اي تعفن، لانها بتكون نية وبتطيب او بتستوي وهي نية، يعني ما بتتعرضش الحرارة، ما بتتعرضش الحاجة، فبتحتاج حاجات زي الملح تدبلها ويشيل اي سموم فيها او اي حاجة فيها، وكمان ما يخليهاش تعفن. كمان زائد المواد التانية زي الكركم والشطة برضو كمواد حفظ برضو ليها، بيمنع برضو البكتيريا تشتغل فيها او اي حاجة من دي. والزيت كمان بيعملها زي غلاف خارجي او تغليفة خارجية برضو، منها بتتبل السمكة وبتطريها برضو، ومنها ان هي بتحافظ برضو عليها من اي تعفن. لازم عشان كده لازم السمكة كلها تتغلف بكل التتبيلة دي. حتى ما عملنا الراس برضو بالملح وكده، هنعملها برضو بالخلطة اللي حاطين عليها الزيت، برضو نأكد عليها برضو زي ما انتوا شايفين كده. السمكة هتاخد كفايتها من التتبيلة اللي عليها، ان هي تسويها برضو حتى انها زي ما هي فيها، زي ما هتشوفوا معايا برضو في اخر الفيديو. طبعا طريقة التخليل الحاجات دي بتبقى واحدة، يعني هتلاقي في كل الفيديوهات على اليوتيوب او في اي حاجة بتبقى طريقة التخليل واحدة، ملح وشطة وكركم، وطبعا الطريقة بتبقى واحدة، بس اللي بيختلف برضو قلنا في طريقة التخزين بتاعته. وطبعا الطريقة ديت انا واخداها من الشيف هالة فهمي اللي على اليوتيوب، يعني انا مش مفتكساها ولا حاجة، بس مع مراعاة برضو بعض الحاجات اللي شوية تريكات برضو كده انا عاملاها من عندي، بس مع احترامي برضو للشيف هالة فهمي على اليوتيوب. انا كنت اخدت الطريقة دي من عندها، طريقة الحفظ بتاعته، انما هي الطريقة بتاعة التخليل بتاعته هي واحدة في كل الشيفات مع كل الشيفات، لان انا اول مرة اجربه، فهي بصراحة طلعت تجربة كويسة وناجحة معايا. هنا برضو باكد ان لازم تكون كل حته فيها طريه علشان تطلع لي بنفس الطراوه اللي انا خليتها طريه، يعني كسرت الانسجه بتاعتها كده بالضغط عليها، فخليتها طريه. هنا بقى نعمل ازاي، نحفظها ازاي؟
هنجيب اكياس من بتاعه التلاجة ديت او بتاعه اللبن اللي هي الكيلو اللي بتاخد كيلو، وهحط فيها شويه من الخلطه الملح بتاعنا دوت المتبقيين، هنحطهم فيها كده من يمة الراس زي ما انتوا شايفين كده. هنحط شويه كده من يمة الراس، وبعدين نحط السمكه من الراس بتاعتها كده. ليه؟ علشان الميه اللي بتنزل من السمكه طبعا بتنزل من الفتحات بتاعتها، وهي الفتحات يا اما الخياشيم يا اما الراس، فهينزل منها السوائل، فالملح اللي تحت دوت هيلم كل السوائل اللي تنزل من السمكه بتاعتنا. وهنغلفها كده زي ما انتوا شايفين، ونخرج منها كل الهواء، ما نخليش فيها هواء خالص. زائد كمان ان الزيت اللي عندنا دوت هيخلي ان الكيس يمسك عليها، هيساعدنا برضو ان الكيس يمسك عليها كويس. فانا هلف الكيس كده، بس طبعا شايله منه كل الهواء اللي موجود فيه، هحاول نخرجه منه كده. ايوه كده، ونلف حواليها الكيس زي ما انتم شايفين، وطبعا الزيت بيساعدني. هنعمل التانية برضو بنفس الطريقة كده. هنحط برضو شوية من الخلطة بتاعتنا في الكيس زي ما انتم شايفين كده، ونحط السمكة بتاعتنا من عند الراس كده، ونقفل الكيس مع طلوع الهواء برضو من الكيس عشان ما يكونش فيه هواء يعفن السمكة مني، او يخلي البكتيريا تشتغل في السمكة فتعفنها او تبوظها منك. هنلف الكيس عليها كده بحيث ان الكيس يلزق عليها بمساعدة الزيت كده. تمام، السمكتين كده بتوعي جاهزين ومتغلفين كويس، وطبعا لونهم تحفة، وحاجة معمولة انتي عاملاها بايديكي ونظافة، ومش هتغيب عندك وهتاكليها على طول، وكل ما تعوزي تعملي. مش تروحي مثلا تشتري حاجة متخزنة مثلا بالشهور او بالكلام ده كله، تعمليها انتي في بيتك. كل ما تعوزي تعملي، اهم حاجة انتي عارفة الطريقة وتطبقيها كويس وصح، وهتلاقي نتيجة كويسة. هنلفهم بقى لفة زي ما انتوا شايفينها كده كويسة، وبعدين هنلف بقى، هنجيب سلوفان، ورق سلوفان طبعا على قد حجم السمكة زي ما انتوا شايفينه كده، ونلف السمكة فيها. طبعا السلوفانة دي بتساعد ان السمكة تستوي وبرضو ما يجرالهاش حاجة، وبيساعد ان السمكة طبعا لما تيجي تستوي البكتيريا اللي تشتغل فيها بتعمل حرارة للسمكة، فبتساعدها ان السمكة تحتفظ بالحرارة ديت، وتحتفظ بها نفسها وتستوي منها فيها كويس. هنلفها عليها زي ما انتوا شايفين كده، نغلفها تغليفة كويسة. ونلفها لف محكم، نقفل من يمة الراس كده ومن يمة الديل كويس. ده الكلام ده كله فوق الكيس، يعني الكيس وفوقيه السلوفانة ديت كده. تمام، هنا بقى انا هعمل برضو حركة زيادة شوية علشان انا حاسة ان السلوفانة بتاعتي مش مقضية قوي، فجبت اكياس برضو بتاع التلاجة وهحطها بقى ايه بالعكس من يمة الديل كده لغاية الراس كده، برضو نفس الكلام كده، برضو حفظ ليها من بره. بس انا قلبتها اهوت، وهلفها برضو حواليها كده، والزقها لزقه بسيطه كده بلزق ولا حاجه، بلزق حته لزقه بسيطه خالص علشان الكيس يمسك عليها من بره برضو عشان يحفظها كويس في الحفظ اللي احنا في الماده اللي احنا هنحفظها فيها كمان شويه دي. برضو هنجيب كيسه للسمكه التانية، كيسه برضو مش محطوط فيها ملح ولا اي حاجه خالص، هي يا دوبك كيسه بس ايه كحفظ ليها بس من بره، بس مش اكتر من كده. كده تمام، السمك بتاعنا جاهز. هنا بقى الحاجة اللي انا هدفنها فيها او احطها فيها بقى هي الرملة.
الرملة هتحفظها، مش هتخليها تطلع ريحة، مش هتخلي ريحة الفسيخ يطلع ريحة ليكي في المطبخ لو انت عيناه مثلا في المطبخ او في اي حاجة، لان هو بيتحفظ بره التلاجة، بيتحفظ في مكان بره التلاجة خالص. فالرمل ده هيحافظ عليها ان هي ايه، ان هي ما تطلعش ريحة خالص، ما تطلعش ريحة في المطبخ خالص، كأنك انت مش عاملة اي حاجة في المطبخ خالص، ولا ريحة فسيخ ولا اي حاجة خالص في المطبخ. فده هيساعدها ان هي ما تطلعش ريحة، يعني ريحة تضايقك في المطبخ وخلاص. هننخله بقى كويس لو عندنا منخل سلك ولا حاجه مخصص للرمله والحاجات ديت، ننخله بيها زي ما انتم شايفين كده، لان الرمله بيبقى فيها بواقي حاجات وكده، فننخلها فيها كويس. طيب الرملة دي كمان هنحط عليها بقية الخلطة بتاعتنا، اللي هي ملح وكركم وشطة، بس اللي من غير زيت. ملح اللي بنبقي من الخلطة بتاعتك، ملح وكركم وشطة بس من غير زيت. طبعا احنا محطناش على الخلطة كلها زيت، احنا خدنا بس معلقتين 3 كده منهم، حطينا عليهم شوية زيت زي ما احنا قلنا، انما ما خدناش كله حطينا عليه زيت. هنحط جزء من الرملة زي ما انتوا شايفين كده، وهنحط السمكتين عكس عكاس زي ما انتوا شايفين. اللي هنحط راسها هنا نحط التانية راسها اليمة التانية زي ما انتوا شايفين كده عكس عكاس. هنحط كمية من الرملة وبعدين نزود عليها كمية تانية، نغطيها بقى، نغطيها كلها بالرملة. طبعا الرملة بتاعتنا اللي احنا حاطين عليها الخلطة، الملح والكركم والشطة. وندخل عليها باقي الرمل لغاية ما نغطيها خالص. كان عندي برضو باقي شوية كمان حطيتهم على الرملة. ممكن طريقة حفظ تانية، بنحفظها في الأكياس بس، يعني بنحطها في اكياس زي ما انتوا شايفين كده. بس اكياس بقى كام كيس فوق بعض، يعني بنحط السمك كده في اكياس لوحدها، كل سمكة في كيس لوحدها، وبعد ما نحطها في كيس كل سمكة في كيس لوحدها برضو بنحطهم عكس عكاس كده. وبنحط في الاكياس برضو ملح، وملح برضو كركم وكده وشطة. وفي نفس الوقت بنحطهم كل سمكة في كيس، وبعدين نجيب كيس كبير نحط فيه ملح برضو، ونحط السمك فيه، ونجيب كيس تاني ونغلفه فيه. يعني ممكن تغلفيها في كيسين 3، وطبعا هيتحدق ويبقى جميل جدا، ويتحط برضو بره في المطبخ من بره. بس احنا هنا عملنا الرملة علشان ما يطلعش ريحة لينا مثلا ايه في المطبخ ولا حاجة. هنا هوت قعد معايا حوالي 14 يوم، اتخلل معايا حوالي 14 يوم، وده برضو على حسب السمكة. لو السمكة كبيرة ممكن يقعد 20 يوم في الجو ده بالذات. اما في الجو الحر لو السمكة الكبيرة ممكن تقعد 15 يوم، والسمكة الصغيرة تقعد 12 يوم. بنطلع طبعا السمكة عشان نشوف ايه النظام. في اللحظة دي بتبقى لحظة حاسمة، بس ان شاء الله النتيجة تكون كويسة، وتعبك ما يروحش على الارض، وفلوسك برضو ما تروحش على الارض. لان دلوقتي كيلو البوري ب170 جنيه، عامل 170 جنيه، وكيلو الفسيخ من عند الفسخاني عامل 400 جنيه. فانتي اما تعمليه في بيتك وفر ونظافة، ومش متخزن لفترة طويلة، البكتيريا لعبة فيه، الكلام ده كله. حاجة انتي عاملاها نظيفة تحت ايدك، تاكليها كل ما تعوزي تعملي. زي ما انتوا شايفين كده سمكة اهي من بره ما شاء الله، زي ما حطيناها زي ما طلعناها، بس حطيناها مش مستوية طلعناها مستوية. هنفتح بقى بالمقص بطنها علشان نشوف النتيجة اللي احنا مستنيينها، بس ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله النتيجة باينة اهيت. شايفين؟ شايفين النتيجة؟ وشايفين اللحم بتاعها وردي خالص. طبعا السمكة طبعا اكيد جدا جدا هتتغسل من بره وتتنضف من جوه وكده، بس انا بوريكم النتيجة عاملة ازاي. شايفين اللحم بتاعها عامل ازاي. لحمها وردي ودايب خالص اهوت.
بس زي ما انا قلت لكم لازم الخلطة تتطبق بحذافيرها علشان ما يكونش في غلطة في حاجة تضيع منك السمك وتضيع منك الفلوس بتاعتك، وتقول يا ريتني ما اشتريت، يا ريتني ما عملت، يا ريتني ما كده وكنت اشتريت من بره. طب ليه؟ ما احنا نطبق الخطوات زي ما احنا شايفين، وشايفين اللحم بتاعها طري جدا على الرغم ان هي مش كبيرة، مش من نوعية السمك الكبير، بس لحمها طري وجميل ازاي. ورمت معايا برضو لحم، زائد ان هي كمان السمكة كانت صبحة وكويسة، ولحمها وردي خالص اهو، مش رصاصي من جوه وبايظ وكده. جميلة جدا. في ايه بقى، ايه ممكن الخطوه دي اضافيه؟ طبعا انتي بتحفظيه في التلاجة بعد ما تغسليه وتنضفيه كويس من بره. ممكن تحفظيه في التلاجة من غير ما تفتحيه ولا حاجه، بس بعد ما يستوي لازم يتحط في التلاجة. لو انتي مش هتاكليه على طول لازم تحطي عليه زيت من بره، زيت يعني تحطي عليه زيت كده من بره برضو كمادة حفظ، وتحطيه في علبه وتحطيه في التلاجة. بيهتم محافظ عليه، مثلا هتاكليه بعد يوم او يومين او كده. هنا بقى بننضف السمكة عشان الاكل، فبننضفها من اي بقى حاجات مش نظيفة فيها، بنشيل برضو الشوك اللي في الجناب ده. بس انا طبعا يعني شلتها على راحتي بقى الحاجات ديت، وشلت سلسلة الظهر. شايفين الفسيخة ما شاء الله ما شاء الله، اللحم بيفصل عن الجلد ازاي، اللحم مهري جدا اهو. وطبعا اي شوك بشيله خالص، عشان اما اجي اخليها تتاكل على طول من غير ما نطلع منها الشوك واي حاجه تعكن علينا واحنا بناكلها. مفيش احلى من كده ولا انضف من كده في بيتك. اهي بخليها هيت، هخليها طبعا كلها من اي شوك ومن اي جلد ومن اي حاجه خالص، وهسيب اللحمه بس. طعمها جميل جدا، وملحها مظبوط، مش مالحه ولا دلعه، ملحها مظبوط وطعمها جميل جدا. تتاكل بقى مع عيش بلدي وخيار وبصل وليمون طبعا كتير. وانا حطيت عليها برضو شويه زيت عشان لو سبتها في التلاجة شويه برضو ما يجرالهاش اي حاجه. شكل الطبق شهي جدا. اتمنى بقى ان الفيديو يكون عجبكم، وتعملوا لايك وشير وسبسكرايب للفيديو وقناتي على اليوتيوب، وتفعلوا جرس التنبيه عشان يوصلكم اشعار بكل جديد. والسلام عليكم.